بيمر الوقت بصعوبة عليا. كانت الدقيقة بتمر كأنها يوم. وقتها كنت قاعدة في أوضة الفندق عمالة أضرب أخماس في أسداس، وكنت عمالة أسأل نفسي هو أنا لما أرجع مصر هعيش لوحدي إزاي؟ خلاص بقيت وحيدة في الدنيا دي كلها، ويا ترى العروسة هتسيبني في حالي ولا هتفضل تنتقم مني؟ خلاص ما بقاش غيري في مسلسل الانتقام ده، يا ترى هيكون انتقامها مني إزاي؟ طبعا كنت مش لاقية أي إجابة عن أسئلتي، لدرجة إني قعدت أعيط كأن عمري دموع ما نزلت من عينيا قبل كده. لكن رغم كل ده مر الوقت وخدت شنطتي ونزلت من الأوضة عشان ألحق ميعاد الطيارة اللي هتاخدني معاها للمجهول، لدايرة الصراع مع شيء هلامي، شيء خارق للطبيعة. والشيء ده كان مجرد عروسة لعبة. بعد ما خلصت إجراءات السفر ركبت الطيارة. كان خلاص يا دوبك هم 12 ساعة سفر وأكون في مطار القاهرة. كان كل ما الوقت يعدي كنت بحس بخوف ورعشة بتسري في كل جسمي. وقتها كنت بتمنى إن الوقت يقف وأفضل في الطيارة وما وصلش لمطار القاهرة أبدا. لكن للأسف، لأن فعلا من المستحيل إن كل حاجة نتمناها تحصل، مر الوقت أسرع ما كنت أتخيل. وسمعت اللي كنت بتمنى إني ما اسمعوش أبدا. سمعت صوت المضيفة وهي بتقول: على السادة الركاب ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين، ونهنئكم بسلامة الوصول. بعد ما سمعت المضيفة بتقول كده، سمعت صوت طيارة وهي عجلاتها بتحك في الأرض ونزلت مطار القاهرة. بسرعة كنت مخلصة إجراءات الوصول وخرجت من المطار، وأول تاكسي لقيته في طريقي ركبته عشان أرجع على الفيلا تاني. كنت تعبانة جدا، حاولت أنسى كل حاجة وأنام. كنت محتاجة إني أنام بأي طريقة، كنت عايزة أريح دماغي من التفكير ولو ثواني. عشان كده من غير حتى ما أغير هدومي رحت على أوضتي وفردت جسمي على السرير ونمت. ورحت في النوم، نمت ما حسيتش بأي حاجة. كنت مش عارفة قد إيه مر من الوقت لما صحيت. كنت حاسة إن النوم ساعدني علشان أسترجع نشاطي مرة تانية. عشان كده رحت على الحمام وأخدت شاور، ونزلت ببهو الفيلا علشان أفكر هعمل إيه وارتب أوراقي من جديد. كنت رافضة فكرة إني أدور على عروسة في الفيلا، لأني كنت واثقة إني هلاقيها أكيد. عشان كده كنت سايبة حكاية العروسة للصدفة. كنت مش عارفة أعمل إيه أو أروح فين. لكن فجأة افتكرت كافيه كنت بقعد عليه زمان أيام ما كنت لسه طالبة في الجامعة. وغيرت هدومي بسرعة وخرجت وركبت عربيتي وطلعت بيها على الكافيه. كنت سايقة العربية وكنت لسه بفكر هعمل ايه بعد كده. لكن فجأة سمعت صوت غريب جاي من ورايا، كأن حد بيحاول يلفت انتباهي بوجوده معايا في العربية. عشان كده لفيت بسرعة وبصيت ورايا عشان اضغط بكل قوتي على دواسة الفرامل بحركة لا إرادية، لأني شفت جين العروسة كانت قاعدة على كنبة العربية. وقتها كانت بتبصلي بنفس نظراتها الغريبة وابتسامتها المستفزة. كانت العربية خلاص هتتقلب بيا من شدة ضغطي على دواسة الفرامل. لكن ساعة لما شفتها كنت مش خايفة، يمكن لأني كنت خلاص اتعودت إن أشوفها، أو كنت متوقع إن أشوفها في أي وقت وفي أي مكان. كنت خلاص بسبب كل الأحداث اللي مريت بيها كانت غريزة الإحساس بالخوف باتت جوايا. كنت هخاف من إيه وعلى إيه بعد ما مات أعز الناس عندي؟ يمكن عشان كده ركنت عربيتي على جنب الطريق والتفت لها أقول لها خلاص أنا مش خايفة منك. لكن للأسف كانت اختفت وكأنها ملهاش وجود. صراحة ساعتها حسيت بالخوف، مش الخوف بس لكن بالرعب كمان. لكن اتنهدت في ضيق وقلت بصوت مسموع: كده بدأت العروسة جين انتقامها مني، والحمد لله ان العربية متقلبتش بيا. وبعد كده انفجرت وتحولت لهيكل معدني زي ما حصل مع ابويا. كنت هبقى بقايا هيكل عظمي. بعد ما قلت كده لقيت نفسي ببتسم بمرارة، ابتسامة بطعم المر. بعد كده ضغطت على دواسة البنزين عشان اكمل الطريق للكافيه. لما وصلت الكافيه ركنت العربية. بعد كده دخلت. وقتها أول ما شفت الويتر لقيته جاي جري عليا وهو بيقول لي بلهجة ترحيب: أهلا أهلا اسمت هانم، ياه عاش من شافك، والله بقالي سنين ما شفتش حضرتك ولا حتى سمعت عنك حاجة، انتي والأستاذ رامي وصاحبتك الأمريكية.
بصيت له وانا بحاول ابتسم وقلت له: ياه، هو انت لسه بتشتغل هنا يا سامح؟ لسه بعد السنين دي كلها؟ ضحك وهو بيقول: هنعمل ايه يعني، اهو شغل والحمد لله على كل حال. بعد ما قال كده وسع لي السكه عشان اروح اقعد في المكان اللي كنت دايما بقعد فيه انا ورامي وجين. بعد شويه لقيت سامح الويتر جاي عليا ومعاه مشروبي المفضل، عصير ليمون فريش. اول ما وصل عندي ابتسم وهو بيحط الصينيه على الترابيزه وهو بيقول لي: الليمون الفريش، تصوري لسه فاكر مشروبك المفضل لغايه النهارده. واظن كان الاستاذ رامي بيشرب النسكافيه وصاحبتكم الامريكيه كان اسمها جين، صح؟ صح كده، كان اسمها جين. اتنهدت في ضيق قبل ما ارد عليه. ما هي جين دي سبب كل المصايب اللي حصلت لي في الحياه. هقول ايه بس؟ خلاص، ما هي كمان ماتت بنفس الطريقه. هقول ايه؟ حتى الكلام ما بقاش لي لازمه. بعد ما قلت كده لقيته بيبص لي بقلق وهو بيبتسم ابتسامه باهته وبيقول: مالك بس؟ في ايه؟ في ايه يا اسمة هانم؟ وايه اللي حصل؟ ومالها جين دي؟ عملت لك ايه؟ وفين الاستاذ رامي؟ انا فكرتكم اتجوزتوا من زمان. و قطعته قبل ما يكمل كلامه وقالت له: دي حكايه طويله قوي يا سامح، محتاجه قاعده عشان اقدر احكيها لك. وعموما انا محتاجه لاي حد عشان اتكلم معاه، نوع من الفضفضه يعني، لاني فعلا قربت انفجر. رد عليا بسرعه ومن غير حتى ما ياخد نفسه: بص حضرتك، هي كلها نص ساعه واسلم الشيفت لزميلي اللي بيشتغل معايا، ساعتها هبقى زبون في الكافيه واقعد مع حضرتك وتحكي لي واسمعك وتاخدي راحتك في الكلام. وبلاش تقلقي، ممكن العبد الفقير لله اللي قدامك ده يقدر يساعدك ويحل مشكلتك، وقال على رأي المثل: يضعف سره في أضعف ايه؟ خلقه. بصيت له وابتسمت في وده وانا برد عليه: اكيد عندك حق. عموما يعني انت معرفة قديمة، يعني اكيد بثق فيك، عشان كده هستناك تخلص وهحكي لك على الحكاية كلها من بدايتها لحد اللحظة اللي انا قاعدة معاك فيها دلوقتي. رد عليا وهو بيبتسم: تمام، يا دوبك تشربي شوب الليمون اكون فضيت وجيت علشان اقعد معاكي. مر الوقت بسرعة وقبل ما تعدي النص ساعة اللي قال عليها سامح، ساعتها لقيته جاي عليا وبيقعد معايا وهو بيقول لي: كلي اذان صاغية، اتفضلي يا اسمة هاني، انتي تحكي وانا هركز في الكلام واسمعك كويس. بعد ما قال كده سكت واخدت نفس وبدأت احكي لسامح الويتر حكايتي مع جين ورامي والعروسة الملعونة. وابتديت اقول له، بس هنعرف انا قلت له ايه في الجزء الجاي.